السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على راحة البال. النهارده اليوم الخامس في صيام المية، الحمد لله. 5 أيام أنا يا جماعة ما حسيتش بأي حاجة، يعني أنا نفسي ما حسيتش بأي حاجة. وطبعا أنا كنت وازن نفسي 74 و8، ومحيط وسطي كان 79. فأنا بقى دلوقتي هشوف أنا خسيت ولا زي ما أنا. طبعا أنا الشهر اللي فات يوم 9/12 كنت برضه عملت 5 أيام، وكنت وزنت الوزن بتاعي كان 74 و6، يعني وزن واقف وثابت. ومحيط وسطي كان الشهر اللي فات 81، الشهر ده 79 معايا. فاللهم صل على النبي، يعني المفروض المثالي للراجل 92، يعني محيط الوسط المثالي 92، والوزن طوله 182، وزني مفروض 80 او 82. انا وزني يعني اقل، والحمد لله عندي طاقه يا جماعه. انا وصلت والله العظيم طاقه انا عمري في حياتي ما حسيتها، وانا عندي 20 30 سنه ما حسيتهاش والله يا جماعه. الاكل الصحي، انا هعمل النهارده ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت المانيا، هتكلم على الغذاء الصحي، واي حد يخش ولا يتكلم ولا عايز هجاوب. لان بجد والله يا جماعه لما نظمت نفسي في الاكل حياتي اتغيرت. طاقه، نشاط، حيويه، راحه نفسيه، البشره بقت نضره. سبحان الله، مع صيام الميه وما حسيتش حاجه. ودخلت الحمام مرتين، يعني النهارده دخلت وتاني يوم دخلت في 5 ايام. عملت فضلات، يعني بتنزل كل السموم اللي في جسمك. سبحان الله. انا بقى اشوف معاكم دلوقتي المحيط الوسط، تمام، ونشوف يعني شوف الواحد حتى ما فيش يا جماعه، حتى الدهون هنا ما فيش، يعني كان في دهون هنا راحت. شوف سبحان الله. انا بعمل لكم اول لايف عشان ايه تشوفوا، يعني حاجه بلاش، مش محتاج تروح لدكتور ولا تعمل شد بطن ولا تعمل اي حاجه ولا اي حاجه، عشان ابقى بعمل لكم اهو عشان تشوف اهو. انت بتعمل ايه بالعظمه دي والعظمه دي؟ بتعمل في الوسط، يعني العظمه دي والعظمه دي. شوفوا يا جماعه، اللهم صل على النبي. 76 يعني وسطي نزل، اللهم صل على النبي، نزل ايه؟ 3 سم. ادي الميزان، هنجيب الميزان اهو وهنشوف. اعمل يا ميزان، هو ما عملش ده. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بعملش ايوه عمل. مش هقطع حاجة، مش هقطع. الله. طب اشوف بقى، شوفوا انتم، شوفوا الميزان، مش عارف بقى انتم شايفين ولا لا. 71. عامل تاني ليه؟ 72 و9. 92. طب اعمل تاني، انا كنت شايف الاول او عملت. اعمل تاني بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هو 72 و9. 72 و9 معايا، يعني 72 و9 اهو. يعني انا ايه، خسيت 2 كيلو. حلو، يعني خسيت 2 كيلو في خلال 5 ايام. طبعا انا مش هدفي اخس، وحتى محيط وسط خس. سبحان الله. يعني شوف يا جماعه الجسم حد رشاق، يعني محيط وسطي، الستات المفروض المحيط الوسط المثالي 80. من حق يا جماعه، انا سمعت هنا الدكتور، الرجاله لو انت محيط وسطك اكتر من 92 الحق نفسك، يعني تقيس كده زي ما انا بقيس كده، وتقيس من العظمه اللي فوق دي والعظمه اللي تحت الوسط بقى معايا، تقيس كده. والسيده 80 لغايه 88 يعني، بس من فوق 80 يعني حاولي يعني تاخدي بالك. هنا الدكاتره اللي قالوا هنا في المانيا والله يا جماعه، الاكل الصحي الاكل الصحي الاكل الصحي. الحمد لله انا ماشي كل شهر بعمل 5 ايام صيام الميه، مع طبعا الصيام الشهري اثنين وخميس. انا صمت الاثنين وصمت الخميس، فطرت ميه، دي تجربه انا عاملها معايا، والحمد لله حاسس بنشاط، حاسس بحيويه، حاسس بطاقه. وانا هثبت لنفسي وللعالم انا مش هتعب ولا اخد ولا يجي لي برد باذن الله، وافضل شباب باذن الله. وحتى انا سمعت النهارده دكتور وانا جاي من الشغل، في فيديو يعني سمعته بيقول لي في بلد اسمها مش عارف ايه، في كوستاريكا ولا نسيت اسمها، الناس برضو بيعيشوا لغايه 150 سنه في، ولا في اجزخانات ولا في دكاتره ولا في حاجه. عايشين على ايه؟ على الخضروات والسلطات والفواكه والميه، ويطلعوا في الهواء ويناموا بدري ويقوموا بدري، بس حاجات بسيطه خالص. لان
لان احنا اتخلقنا ما نمرضش. وانا افضل كده وهثبت للعالم كله. تابعونا يا جماعه على التيك توك واليوتيوب، وان شاء الله النهارده الساعه 7 بتوقيت المانيا، 8 بتوقيت مصر، ان شاء الله اتكلم عن الغذاء الصحي. واي حد عايز سؤال اي حاجه انا هجاوب. الحمد لله انا فخور بك يا حتوم، مبسوط بك والله الحمد لله، لان فعلا قوه والاراده والعزيمه عندك اللي انت تتحكم في نفسك. اللي بيتحكم في نفسه ده ملك، اللي بيتحكم في نفسه الاكل قدام مش واكل. يلا الحمد لله الحمد لله، لاني حاجه في دماغي ونفذتها، ودي فكره كل شهر ان شاء الله 5 ايام صيام ميه، بشرب ميه بس، ميه بس الحمد لله. وده انا عارف الموضوع الوحيد في العالم المصري كنت عارف الموضوع ده من اكتر من بقى 26 سنه، اكتر من 25 سنه الحمد لله رب العالمين. وحلو الواحد يهتم بصحته. يلا ما تنسوش يا جماعه التعليق والتشجيع والاشتراك في القناه سواء في التيك توك او اليوتيوب يا جماعه، وتشجعوا حتوم. يلا الحمد لله، السلام عليكم.